نكمل بقية سر الدكتورة مايا ونعرف هي فين دلوقتي؟ كملوا معي. قارئة جيدة، شخصية ذكية جدا، مطلعة جدا، باحثة قوية الملاحظة في كل شيء زي ما قلت لكم في الفيزياء وفي علوم أو في الأديان السماوية كلها، وبقت تطلع من هنا وتحط هنا، وعندها كده ربط للأحداث ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تعالوا كده أقول لكم على حاجة سريعة. هو مين مننا ما عندوش في كل بيت أو كل شلة من الشلل أو ضابط أو دكتور أو أيا كان مسماه، وهو واقف كده وحصل أي موقف يربط الأحداث ببعض ويقول لكم الناتج الأخير؟ غالبا كلنا عندنا نفس الشخصية دي، وبيكون عنده نسبة ذكاء وقوة ملاحظة أعلى مننا شوية. الدكتورة مايا صبحي كانت من الشخصيات الذكية جدا جدا وقوية الملاحظة، وقعدت تربط الأحداث ببعض، ومنها كان في أفلام كرتونية نزلت من عشرات السنين، غالبا فيلم كرتوني اتفرجت عليه مع فيلم أجنبي اتفرجت عليه مع أبحاث خاصة في علوم الفيزياء وأحداث الكون مع قراءات هامة للأديان السماوية. بس إيه علاقة كل ده باللي هي طلعت قالته؟ انت عايزة تقنعينا ان كل المعلومات اللي هي اتكلمت فيها ديت مجرد ربط احداث ببعضها؟ اللي انا عايزة اقوله لكم وانتم ما خدتوش بالكم منه ان مش اول واحدة تتكلم عن المنظومة اياها هي دكتورة مايا، ولكن الضوء اتسلط عليها هي. وتفتكروا ان ما كانش على هوا المنظومة اياها وهي نفسها ما كانتش تعرف انه على هواهم؟ ما هو ده بعض الترويج ليهم. يعني ايه؟ هقول لكم يعني ايه دور الاعلام في الترويج عن المنظومة اياها. طب وازاي بنعرف اللي جاي؟ طب وازاي الزلازل اللي بيطلعوا يتنبئوا بيها وبيقولوا لنا عن اللي هيحصل وبيحصل بجد؟ الحقيقة ان الاعلام هنا ليه دور مهم جدا 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 فوق ما تتصوروا للترويج للمنظومة اياها، وهي انهم بيستخدموا بعض الشخصيات المشهورة وليها شعبية قوية جدا، وكلكم عارفين كل واحد بأسمائه بيطلع يقول لكم ايه كل شهر 11 او كل شهر 12 ويقول لكم عن اللي هيحصل في العالم. اصل انا مذيعة العفاريت، وانتوا عارفين العفاريت بتحن لبعض، وانا ما حسيتش اي حد خالص من اللي هم بيقال عليهم علماء الفلك. انا عارفة ان في ناس كتير هتزعل مننا، بس احنا ملناش دعوة باسماء حد. اللي الحوار على مقاسه يرسموا عليه. يعني ايه يا سارة؟ يعني كل اللي انتي بتقوليه ده عايزة تعرفينا ان كل الناس اللي بتطلع تتنبئ شهر 12 وبيقعدوا يقولوا لنا على الاحداث اللي جاية والزلازل والبراكين وبلا بلا 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 ده كله تبع المنظومة اياها؟ والمنظمة اياها مين رئيسها؟ ابليس. يعني ايه؟ يعني هم اللي بيقولوا لبعض الشخصيات الاعلامية الهامة اللي ليها شعبية على كل اللي بيحصل ده؟ يعني الزلزال قبل ما يحصل بأحدث الأجهزة والتطور الرهيب اللي هم وصلوا له، وطبعا المتابعة الدقيقة اللي إبليس وأعوانه تبع المنظمة إياها بيتابعوها، هم عارفين كل شيء بيحصل قبل حدوثه عن طريق الأجهزة، ولو ما كانش عن طريق الأجهزة فبعض المعرفة اللي ربك مديها لإبليس نفسه. كلنا عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى جعل للجان قدرات تعلى قدرات بني البشر بكتير جدا. ويخلق ما لا تعلمون. يخلق ما لا تعلمون قصدك الرماديين والفضائيين اللي الدكتورة مايا اتكلمت عنهم
هو مين ما تكلمش عنهم؟ اذا كانت القرآن الكريم اتكلم عن كل حاجة وما سابهاش، والدكتورة مايا كانت من ضمن الناس اللي ربطت كل الاحداث ببعض وفسرت القرآن الكريم والانجيل والتوراة اللي مكتوب فيهم نفس الكلام، ان في مخلوقات غير الجان على وجه الارض. يعني ما جبناش التايه. مين مننا مش ضعيف النفس وبيبقى عايز يكون جزء من قوة غلامية رهيبة؟ مين مننا ضعيف النفس ممكن ما يبيعش روحه للشيطان علشان المال؟ مين مننا ما بيعانيش من الوقت الحالي واللي بيحصل في العالم كله من انهيار في الاقتصاد وغلو الأسعار؟ هو كل ده عادي؟ صدفة؟ كلها خطط مرسومة وبتنفذ، واحنا بننفذ كل كلمة واحنا عمي وطرش وخرص، واحنا مش فاهمين ايه اللي بيجري حوالينا. يعني دكتورة مايا مش من افرادهم؟ دكتورة مايا مش مخاوية؟ يعني الدكتورة مايا ملهاش علاقة ولا بالفضائيين ولا بالرماديين ولا اتكلمت معاهم وتعاونت معاهم؟ هي عرفت وقرت عن اللي اتعامل معاهم عن طريق الأفلام الأجنبية والأفلام الكرتونية والمقالات اللي اتكتبت، والدكتور أو الفرد اللي انشق عنهم والكتب بتاعته اختفت من كام سنة فاتوا. مش أنا قلت لكم إنها باحثة؟ يعني دكتورة مايا شخصية ذكية عندها قوة ملاحظة، عالمة باحثة، ربطت الأمور ببعض فطلعت النتائج اللي انتوا كلكم بتسمعوها. طيب المنظومة الكبيرة الفظيعة اللي مسؤولة عن كل حاجة تخص الإعلام والاقتصاد والمال والسلاح والدواء وكل حاجة في العالم مش قادرة تشيل فيديوهات دكتورة مايا صبحي اللي هي بتكشفهم وبتفضح سترهم؟ محدش فكر خالص في السؤال ده؟ ما يقدروش يشيلوا خالص؟ ده انا نفسي حاولت انزل كذا فيديو واتمسحوا. مش هيقدروا بقى هم على فيديوهات الدكتورة مايا؟ لحد وقت قريب كان على هواهم كل كلمة بتقولها الدكتورة مايا صبحي، لحد ما في حاجة ضايقتهم. واول ما في حاجة ضايقتهم من الكلام اللي هي بتقوله واللي مش محتاجين ان انا اقوله لكم، هنا ستوب. قررنا نحن المنظومة اياها بفض ومحو مشروع الدكتورة مايا صبحي. ستوب، نقطة ومن أول السطر. طب هي راحت فين؟ اختفت ليه؟ اتمنعت عن الظهور ليه؟ مع انها كانت زي الاكس وطالعة صاروخ. لان الدكتورة مايا راحت عند اللي خلقها، ما بقتش موجودة. واكيد كلكم عارفين مين اللي ورا كده. ما تقولوش لحد، ابقوا قروا لها الفاتحة وترحموا عليها. ولحد هنا انا مضطرة انهي معاكم ملف او سر اختفاء الدكتورة مايا صبحي. اشوفكم الحلقة الجاية يا اجمل اسود في الدنيا.